السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ لا شك أن الجسم البشري معجزة إلهية قائمة بذاتها، إلا أن الخلل الذي يصيب جسم الإنسان في لحظة من اللحظات يجعل الأمور من حولنا تختل جميعا، وسواء كان هذا الخلل الإصابة بمرض السرطان أو حتى الإصابة بنوبة برد، فإننا نفقد السيطرة على أجسادنا والحياة من حولنا. وبالرغم من أطنان المؤلفات العلمية التي كتبت عن الجسم البشري منذ العصور المظلمة وحتى الآن، إلا أننا كبشر ما زلنا نجهل الكثير عن أجسادنا. في هذا الفيديو قائمة بأغرب وأعجب 10 حقائق عن الجسم البشري. هل تعلم أنه إذا تمت إذابة الجسد البشري إلى مواد قابلة للبيع فإنه بالكاد يساوي 160 دولارا، وذلك حسب سعر هذه المنتجات؟ وهل تعلم أن الإنسان يفقد نصف قوة إحكام قبضة يده إذا فقد أصبعه الخنصر؟ كلنا نحب أن نتناول الحلوى بين الحين والآخر، لكنك ستعيد التفكير في الأمر إذا علمت أن أحد أسباب الروائح الكريهة التي يفرزها الجسم هو امتصاص البكتيريا لهذه الحلوى. ومن غرائب جسم الإنسان أن 50% من الجينات تستهلك في خلق مخ الإنسان، بينما تستهلك 50 المتبقية في خلق النسبة الباقية من الجسم، والتي تصل إلى 98%. وكشفت دراسة علمية حديثة أن الرجل الذي يتسم بغزارة الشعر في مناطق جسمه المختلفة وليس فقط في منطقة الرأس قد يكون أكثر ذكاء من أقرانه. وبالرغم من أن المخ هو من يقوم بعملية إعادة توجيه الألم من مراكز الإحساس المختلفة في الجسم، إلا أنه لا توجد به مناطق إحساس خاصة، مما يجعل من أمر إجراء عملية مخ مفتوح لشخص مستيقظ أمرا ممكنا. وهل تعلم أن براعم التذوق تستبدل كل 10 أيام؟ وهل تعلم أن عظام الأطفال تزيد عن عظام البالغين بنحو 60 عظمة؟ وفي الأخير، هل تعلم أن الحمض المعوي قادر على إذابة جسم الإنسان؟ وربما هذا هو السبب في الالتهابات التي تصيب جدار المعدة بين الحين والآخر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.